مخك ممكن يفرض قيود على قدراتك او على الاقل يوهمك بيها، او ممكن يديك قدرات انت اصلا ما تعرفش بوجودها. في الخمسينات دكتور اسمه كيرت ريكتر عمل تجربه اسمها ذا فورسيت سويم تيست. الراجل ده جاب انابيب اختبار وملى نصها ميه، وجاب الفئران وحط الفئران فيها. المطلوب ان هو يحسب المده الزمنيه اللي الفار فيها بيستسلم للغرق. الفئران بتبدا التجربه وبتحاول تخرج. اكبر مده زمنيه اخدها فار عشان يستسلم للغرق كانت 15 دقيقه. بمجرد ان الفار بيستسلم للغرق بيطلعوه تاني، وبعد كده بيعيد التجربه مره تانيه. بس كان الغريب ان المره الثانيه الفئران استهلكت اكتر من ساعه وفي فار استهلك 81 دقيقه. تجربه ثانيه عملها دكتور اسمه ماركس ديزر، وكانت التجربه ان هو جاب مجموعه من الفئران وحطهم في اقفاص معزوله تماما عن اي انفايرمنت. بعد فتره خرج الفئران، اكتشفوا ان الحاله الصحيه للفئران سائد جدا وفي بعض الفئران ماتوا. وهنا بتثبت النظريه اللي بتقول ان حالتك النفسيه والذهنيه بتاثر على حالتك الصحيه والجسديه. لما بيكون الانسان خايف، يعني مثلا في كلب بيجري وراه، فهو بيقدر يجري بقوه اكبر بكتير من اللي هو يقدر يعمله، وده بسبب ان جسم الانسان في الحاله دي بيفرز هرمون اسمه الادرينالين، والادرينالين بيمد الانسان بطاقه وبيزود نبضات القلب، فتكرار عمليه الخوف والتوتر ممكن تاثر على صحته بالسلب. الحاجه الثانيه ان لما بيكون الانسان بيمر بحاله نفسيه سيئه او بيتعرض لتوتر، جسمه بيفرز هرمون اسمه كورتيكولابرين. الهرمون ده بيسبب اضطرابات في حركه الامعاء، حاجه كده شبه القولون العصبي. نروح بقى للجانب الايجابي. الانسان لما بيكون سعيد جسمه بيفرز هرمون اسمه سيروتونين، وهرمون تاني اسمه دوبامين. الهرمونات دي بتساعد جدا في عمليات الهضم وحركه الامعاء، بتساعد جدا في تنظيم ضربات القلب وحركه الاوعيه الدمويه. يعني صحتك بتكون احسن بكتير لما بتكون مبسوط، وحالتك النفسيه والمزاجيه بتخليك تنتج اكتر في شغلك او في حياتك وانت مبسوط. ما تيجي اقول لك على شويه خطوات تخليك تزود هرمون الدوبامين والسيروتونين. اول حاجه لازم تتعرض للشمس بكميه كافيه كل يوم. الحاجه الثانيه ان انت لازم تحدد اهدافك، بس تحدد اهدافك عن طريق ان انت تحط اهداف قابله للتحقيق الاول، وبعد كده تبدا تطلع جراديولي لحد الاهداف والطموحات اللي انت نفسك فيها. الحاجه الثالثه والاهم هي قصه الامتنان والشكر. دايما افتكر النعم اللي ربنا انعمها عليك، وبص على نعم ربنا ميزك بيها عن غيرك. هتلاقي نفسك مبسوط وجسمك هيفرز السيروتونين والدوبامين. حاجة تانية مهمة جدا انك لازم تمارس الرياضة بشكل يومي او على الاقل 3 مرات في الاسبوع. ممارسة الرياضة في حد ذاتها بتزود هرمون السيروتونين والدوبامين. حاجة مهمة جدا لازم تحافظ عليها نظام الاكل الصحي، ان اكلات كتير جدا بتساعد المخ ان هو يفرز هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين. اخر حاجة هقول لك عليها، حاول انك تحافظ ان انت دايما يكون عندك افكار ايجابية وتبعد عن الافكار السلبية. يعني ما تقولش انا كبرت وفاتني، او تقول ان انا مش هنجح في الموضوع ده. لا، انت قوي وتقدر تنجح في كل حاجة، وحافظ على الافكار دي عشان هي دي هتاخدك ان انت تقدر تنجح فعلا. لو عجبتكم الحكاية اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتها. سلام.